تمر فيه التربية كويس. اهلا بيكم في تحدي فان دينج دينج دينج. ازيك؟ الحمد لله. متحمس؟ يلا بينا. انت معاك 10 فاندنج كوينز قدامك في المنيو، شويه اختيارات، في حاجات فيهم بتدفع مره واحده وحاجات ممكن تقسطها على كذا مره. بص في المنيو، مخضوض هو شوية. عندك ان انت تجيب بانيه ب2 كوينز او ان انت تجيب كانديز ب10 كوينز، بس ممكن تدفعهم على مرتين. تعمل ايه؟ لا كاندز اكيد، مش اي حاجة مفيدة هو ضدها. كده طبيعي تمام. الاختيار التاني عندك ان انت تجيب سكوتر ب3 كوينز او ان انت تجيب عجله ب2 كوينز. تجيب ايه؟ العجلة، اختياراته كلها في عجل. الاختيار الثالث عندك ان انت تروح تتفرج على كلاون ب4 كوينز او ان انت تجيب هديه لبابي ب6 كوينز، ودي كمان ممكن ندفعها على مرتين. تعمل ايه؟ والله قصة هديتي ممكن طالما في اوبشن، يعني مفيش اوبشن لا خلاص تمام نفرتك. اجيب لبابا هديه. ايه اكتر حاجه نفسك تجيبها لبابي؟ موضوع محير. ساعه. بحب الساعات فعلا. يعني تمر فيه التربية كويس. انت كده خلصت ال10 فاندنج كوينز بتوعك، وجبت بال10 فاندنج كوينز حاجات ليك وهديه لبابي. عقلية اقتصادية 100%. هو بيشوف عندنا في البيت احنا بنستخدم موضوع التقسيط ده في كذا حاجه. الفتره اللي احنا فيها دي غالبا يعني الناس كلها بتقسط، مفيش حد خلاص بقى يكايش، ده الموضوع بقى صعب. حتى لو حد معاه كاش ما اظنش ان حد بيكايش دلوقتي. وبكده خلصت حلقه النهارده من فان دينج دينج دينج.